الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه من يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أما بعد. أيها الأحباب في الله، كنا قد وعدنا أن نتحدث في سلسلة حول الشبهات في الفكر الإسلامي، أو حول الأغلوطات التي يحلو لكثير من الناس أن يرددوها وأن يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى على طريقة ولا تقربوا الصلاة، أو على طريقة فويل للمصلين. وكان من الأمور الهامة التي وعدنا أن نتحدث عنها قضية من أهم القضايا في معتقدات المسلمين وفي الفكر الإسلامي بصفة عامة، بل إن هذه القضية هي التي ميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن كل الأمم السابقة. هذه القضية هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها خير أمة أخرجت للناس، قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل خرجت للناس، لأن الذي أخرجها ورعاها ورباها حتى تبلغ دعوته هو الله سبحانه وتعالى. كنتم أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أهم خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أترك كل هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتي لآية يريد الناس أن يقحموها في السياق إقحاما، أو أن يبطلوا بها كل الآيات وكل الأحاديث التي تحدثنا عن وجوب الدعوة إلى الله وعن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويأتي من يقول لك: لا، الإسلام أن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، خليك في حالك، مالكش دعوة بحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أؤمر بالمعروف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية من الآيات التي يستدل بها البعض على التثبيت وعلى تمييع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أهم ميزة للأمة الإسلامية. بل ربنا سبحانه وتعالى يجعل من شروط التمكين أو من مستلزمات التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بل ربنا سبحانه وتعالى حينما أراد أن يفرق بين المؤمنين والمنافقين جعل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الفيصل بين المؤمن وبين المنافق. فقال عز من قائل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. من هم؟ بيعملوا إيه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب، والمؤمنين؟ قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من هم؟ بيعملوا إيه؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل في وصايا لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها من النصوص من كتاب الله
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. إذا معنى الآية إيه؟ معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر رضي الله عنه يصعد المنبر ويخطب في الناس أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تضعونها موضعها، يعني مش بتفهموها كما أراد الله. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب المرء برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام. هنا يأتي معنى قول الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، ومن تمام الاهتداء أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فوجدت إصرار من الشخص الذي تأمره أو تنهاه، إصرار على المعصية، إصرار على أن يتمسك بفكر منحرف، إصرار على اتباع الهوى. هنا بعد أن أمرت وبعد أن نهيت لا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذا هو معنى الآية الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه من بعدهم السلف الصالح. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسيات الدين، ولذلك أعداء الدين يتعاملون معنا بحرفية شديدة جدا، يحاولون أن يشوشوا وأن يشوهوا شعائر الدين. من فترة ظهرت جماعة على النت تدعى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهرت في توقيت مريب جدا، وبدأ يقول لك اعتدوا على كذا وعملوا كذا حتى يشوشوا على الناس في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إسلامنا وديننا كما تعلمناه من كتاب ربنا وكما تعلمناه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مش بعلمنا أنه يكون في 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 في الأمة بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. لا، ده الأمة كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بشروط، ولكن على كل مسلم إذا علم أن هذا حرام يرتكبه شخص عليه أن ينصحه. نتكلم عن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ماشي. نتكلم عن نصيحة والأمر بالمعروف ويكون بمعروف، ماشي. ولكن لا نلغي شعيرة الإسلام نتيجة أن البعض فهمها خطأ أو أن البعض طبقها خطأ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط قد يصل، وده هنتكلم عنه لما هنتكلم عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الدعوة إلى الله، وكيف أن الإنسان ربما يحرم عليه في بعض الأوقات أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سوف يؤدي إلى مفسدة أكبر، وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإسلام يعلمنا أن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه أن يأمر بالمعروف وعليه أن ينهى عن المنكر. قال تعالى والعصر، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم، إن الإنسان لفي خسر. صنف الإنسان جنس الإنسان جميعا في خسر، في خسران مبين، في ضلال بين واضح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست لجماعة من الناس فقط، ليست لمجموعة ولا جماعة، إنما لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رأيت إنسانا يظلم إنسان، هل هناك مسلم لا يعرف أن الظلم حرام؟ عليك أن تنهاه عن ظلمه. رأيت إنسان لا يصلي، هل هناك مسلم لا يعرف أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، بل أوصلها البعض إلى أنها من أعمال الكفر، أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر؟ هل هناك إنسان لا يعرف أن أكل الربا حرام؟ هل هناك إنسان لا يعرف أن القتل حرام؟ إذن لا بد على كل إنسان رأى من يرتكب محرما وفي استطاعته أن يغير هذا المنكر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة من درجاته الثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما قضية وأنا مالي مالكش دعوة خليك في حالك ليست من الإسلام. بل هناك قصة في القرآن الكريم والله يخص علينا القصص للعبرة والعظة. هذه القصة
تبين لنا أصناف الناس، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين ولتكن كما بين سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الأمر لو جاء وعقاب الله لو جاء سيشمل الذين ارتكبوا المنكر والذين سكتوا عن المنكر، ولن ينجو إلا من نهوا عن هذا المنكر. في الأثر، وأنا لا أقول حديث ولكن ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك من الملائكة وقال له اهلك أهل هذه القرية. فقال الملك يا رب إن بها فلان العابد الذي يعبدك ليل نهار. فقال الله سبحانه وتعالى للملك أن به فابدأ فإنه لم يتغير وجهه حين انتهكت محارمه. وفي سورة الأعراف قصة لطيفة جميلة علينا أن نتدبرها. قوم من اليهود، وما أدراك من هم اليهود، يحتالون على أوامر الله ويحتالون على شريعة الله سبحانه وتعالى. حرم الله عليهم العمل في يوم السبت. ماذا يفعلون؟ حرم الله عليهم الصيد والعمل في يوم السبت. يجوا يوم الجمعة بالليل وينصبوا الشباك، تصطاد الأسماك، يأخذوا الأسماك صبيحة اللحم. هذا احتيال على أمر الله واحتيال على شرع الله. هناك جماعة منهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال لهم إن هذا العمل الذي تعملونه حرام واتقوا فتنة الله واتقوا عذاب الله. فصنف ثالث، إذا القضية واضحة كده، 3 أصناف. صنف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، صنف ارتكب المنكر، الصنف الثاني اللي بدل ما ينكر على من ارتكبوا المنكر أنكر على من أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا اللي هم اللي أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فجعل الفرقة التي سكتت عن ارتكاب المنكر هالكة مع الفرقة التي ارتكبت المنكر. هذه قضية تحتاج إلى شديد بيان، أرجو الله أن يوفقنا لبيانها في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.